السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. في هذا الفيديو الإخوان غنطلعوا على الحالة الصحية ديال جميع اللاعبين المصابين زكريا أبو خلال وكذلك عز الدين أناحي وسفيان بوفال، وكذلك معنا واحد الخبر ديال انتقال حكيم زياش في الانتقالات الشتوية ديال يناير. ما نطول عليكم الإخوان، ندخلوا ديريكت في التفاصيل. بخصوص عز الدين أناحي وسفيان بوفال الحالة الصحية ديالهم مزيانة 100%. أناحي فقط عنده إصابة على مستوى الأنف، أما بوفال عانى من بعض الانزعاجات ولكن مشات. وأما بخصوص زكريا أبو خلال حتى هو بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، والمصدر هو والد ركراكي طالع على اللاعبين وسولهم ودوا معاهم متأكد من الحالة الصحية ديالو. لذلك الإخوان بلا ما تخلعوا وتسمعوا شي أخبار زائفة، هادشي اللي قلت لكم راه موثوق 100%. والخبر الثاني اللي معنا الإخوان اللي بخصوص حكيم زياش، اللي واحد الصحيفة تركية دونات هذا المقال التالي: ميلان يريد التوقيع مع حكيم زياش. وحتى الجريدة الإنجليزية لا كازيتا ديل سبورت تيدوات على هذا الموضوع، وأنا متأكد 100% في الانتقالات الشتوية زياش غادي يودع تشيلسي. أحسن حاجة يقدر يديرها المدرب غراهام بوتر، حتى هو وارد شي حاجة من توماس توخيل، هو ما كيدخلوش ما كيعطيش دقائق لاعب، وهذه أحسن حاجة يقدر يديرها حكيم زياش هي يخرج من تشيلسي. ميلان فيها يقدر يدير فيها بلاصتو 100%، نظرا لأنهم كيعانيو على مستوى الجناح الأيمن، ومع ديك السرعة ديالو الدوري الإيطالي صراحة كيبغي قوة بدنية، خاصو يصحح شوية. وهذا ما كان، نتمنوا لكم الخير، تهلاو نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.